مفاجأة مركز الفلك الدولي رؤية الهلال بالعين المجردة والتلسكوب الخميس القادم غير ممكنة، وهذه الدول ستعلن العيد السبت. أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، ونتمنى دائما أن تكونوا في أفضل حال. الجميع ينتظر عيد الفطر المبارك يوم الجمعة القادم، ولكن فجر مركز الفلك الدولي مفاجأة من العيار الثقيل أن رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس القادم غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، إلا أنه أكد إمكانية رؤيتها بالتلسكوب هذا اليوم في عدة أماكن بالعالمين العربي والإسلامي. ورجح المركز اختلاف موعد عيد الفطر في العالم الإسلامي، وأن تعلن أغلب الدول العربية العيد يوم الجمعة 21 إبريل، فيما ستعلن الدول التي تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة العيد السبت 22 إبريل، ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات. وستتحرى مصر وغيرها من الدول العالم العربي والإسلامي هلال شهر شوال عيد الفطر يوم الخميس القادم الموافق 20 من إبريل. وقال مدير مركز الدولي محمد عودة أن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب في جميع أنحاء قارتي آسيا وأستراليا، وستكون رؤية هلال شوال بحسب رئيس المركز الدولي ممكنة بصعوبة في الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا باستخدام التلسكوب فقط، بينما ستكون ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين. وأضاف أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي الخميس 20 إبريل، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة في مثل هذه الظروف أن تعلن غالبية الدول الإسلامية بدء الشهر في اليوم التالي. وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 إبريل. أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب، وهذه الدول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما، وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت الموافق 22 إبريل. فهل ستعلن مصر طبقا للحسابات الفلكية أن العيد الجمعة وبغض النظر عن رؤية الهلال، أم أنها ستتحرى رؤية الهلال؟ هذا ما سوف تكشفه لنا دار الإفتاء المصرية إن شاء الله مساء يوم الخميس، وسننفرد بنشر وإذاعة ذلك على الهواء مباشرة في بث مباشر على قنواتنا وصفحتنا على الفيسبوك. طبتم وطابت أوقاتكم وسلم الجميع، وبلغنا وإياكم أو بلغنا الله وإياكم شهر عيد الفطر المبارك، لا فاقدين ولا مفقودين لعزيز لدينا ولا لديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.